ما زال تورط النظام العسكري الجزائري في مستنقع حليفه الهارب بشار الأسد يفجر مزيد من الفضائح، آخرها سقوط جنرال جزائري في قبضة الفصائل السورية المسلحة بدمشق. وكشفت تقارير إعلامية أن الجنرال الجزائري طاهر حمود وقع في قبضة الفصائل المسلحة السورية التي تسيطر حاليا على العاصمة دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد. وقالت ذات المصادر أن الجنرال طاهر حمود الذي كان يقاتل إلى جانب قوات بشار الأسد كان يتواجد بسوريا على رأس فرقة عسكرية تضم 800 عنصر، بينهم 500 مرتزق من جبهة البوليساريو و300 ضابط من الجيش الجزائري. وأشارت المصادر إلى أن الفصائل السورية المسلحة لا زالت ترفض تسليم الجنرال الجزائري وفريقه الذي كان يشرف على عمليات وصفت بفريق الموت. ومن شأن الفضيحة المدوية أن تعري حقيقة النظام العسكري الجزائري المعروف بتدخلاته في شؤون الدول المجاورة والبعيدة، كما من شأنها أن تزيد من عزلته وسط مطالب بمحاسبته على دعمه لأنظمة قمعية وجماعات إرهابية لزعزعة الاستقرار في المنطقة.